طبعًا عندنا المرضى هسه أي واحد عنده بطنه توجعه يقول لك والله عندي قولون، صار عنده تقيؤ، إسهال يقول لك عندي قولون، وهذا المعلومة غلط. تهيج القولون أو القولون العصبي مثل ما يسمون الناس أو هو متلازمة القولون، هو هذا مرض تشخيصه يعني تشخيص سريري، يعني مو كل واحد عنده ألم بالبطن هذا عنده قولون. القولون عندنا أولًا حتى نعرف هذا عنده قولون أو لا، القولون ما يسبب نزول بالوزن، هاي واحد، ما يسبب فقر دم، ما يسبب إسهال حاد، ما يسبب تقيؤ. آآ إذا المريض يعاني من آلام حادة بالبطن، تقيؤ، إسهال حاد، هذا مو قولون، هذا ممكن يكون تسمم غذائي، ممكن عنده التهاب بالمعدة، مرات التهاب بالمرارة حاد. أنا هواي يجوني مرضى عنده كلش آلام كلش قوية بالبطن يقول لي عندي قولون، نسوي له فحص يطلع عنده التهاب بالمرارة، أو يطلع عنده حصوة بالحالب. أو التهاب بالبنكرياس. فالألم الحاد هذا مو قولون، تقيؤ هذا مو قولون، إسهال حاد مو قولون، إسهال يقعد المريض وهو نايم هذا مو قولون. فالقولون لا، القولون تشخيص سريري. أولا المريض لازم يعاني من الآلام بالبطن، طبعا هو 4 أنواع عندنا، إما يكون على شكل إسهال، أكثر شيء إسهال المريض، والإسهال دائما يصير بعد الأكل، يعني مباشرة وراء الوجبة يصير عنده إسهال، ومن يصير عنده إسهال الآلام مال البطن كلها تروح، والإسهال مو كلش هواية يعني باليوم. أو من النوع القبوضية دائما بطنه إمساك، أو يعاني من الإمساك، يعني إحنا من نقول إمساك الخروج يعني أكثر من 3 أيام تطلع مرة واحدة ويكون الخروج يابس. أما إذا كل 3 أيام تطلع مرة واحدة والخروج طبيعي هذا نسميه إمساك. إذا طلعت بطنه 3 مرات باليوم ومو إسهال هذا طبيعي. أما الإمساك أكثر من 3 أيام يكون الخروج كلش صلب. أما الإسهال كمية هواية باليوم هذا نسميه إسهال. النوع الثالث مخبوط، مرة إسهال مرة قبض، مرة إسهال مرة قبض، وقسم منهم فقط انتفاخ وآلام بالبطن، بس الآلام مو كلش حادة ولا تقعد المريض من النوم. هذه 4 أنواع المفروض المريض يعاني منها أقل شيء 3 أشهر، بس بشرط أي مرض عضوي ما عنده. من نشخص قولون أول شيء نفحصه، ممكن نسوي له سونار حتى نتأكد ما عنده مرض عضوي. إذا عنده إسهال مزمن لازم ما عنده نزول بالوزن، إذا عنده نزول بالوزن ممكن يكون سبب غدة درقية سامة. فأولا لازم المريض يعاني من هالحالة لمدة 3 أشهر أو أكثر، أي مرض عضوي ما عنده، أي نزول بالوزن ما عنده، أي فقر دم ما مسبب له، فبهالحالة نعالجه للمريض. طبعا القولون أكثر يعني من ضمن الأسباب مالته هو الشد العصبي، وهذا كلش مهم، مريض لازم يتعالج منه. ثانيا نوع الأكل اللي ياكله، أبو الإمساك المفروض يزيد من الألياف، فاكهة، زلاطة، اللي بيها ألياف هواية حتى تحرك بطنه. أما الإسهال لا، ينمنع عن هاي المواد، يعني الحليب، الفاكهة، الزلاطة هاي تزيد الإسهال. إذا يريد فاكهة فقط المي مالها يشربها، الأكل الباقي ما يأثر عليه. اللي عندهم انتفاخ مثلا حليب يسوي انتفاخ، بقوليات يسوي انتفاخ، هذه أيضا لازم يبتعد عنها. فالمريض كل نوع إلى علاجه، اللي عنده إسهال نعطيه علاج خاص، نوع أكل خاص. اللي عنده إمساك بالعكس نقول له زيد الألياف، ونعطيه أدوية تحفز حركة الأمعاء تزيدها. وطبعا الشد العصبي لازم يتعالج، يعني إذا عنده كآبة، شد عصبي، متنرفز 24 ساعة، أعصابه تعبانة، لازم ننطيه وياه مهدئ. غازات عندنا أدوية هواية تساعد على الغازات. فإذا احنا مو كل واحد عنده ألم حاد بالبطن هذا قولون، هذا غلط. مرات جلطة بالقلب تسبب آلام بفوهة المعدة، وهي ممكن تكون جلطة بالقلب. يعني أنا أعرف مريض عنده آلام كلش حادة بفوهة المعدة وراح يقلع لي السن، زين تلاحقنا له صار عنده اختناق وراها طلعت جلطة بالقلب عنده. هذا مو قولون، أي ألم حاد هذا مو قولون. فالقولون نصيحة المريض لا يشخص بكيفه، يراجع طبيب متخصص حتى يعرف نوع القولون اللي يعاني منه، النوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع،
نوع الأكلات اللي راح ينظم له إياها، وأيضًا يعالج له الحالة النفسية اللي ممكن يعاني منها.